لقيت البوست دوت واللي فيه بيتحدث عن أن طبرق في ليبيا الحرس البلدي هناك أغلق محلات يديرها أجانب ومهاجرين غير شرعيين، وألزم الليبيين بتسييرها بأنفسهم. يعني هذا الاقتصاص لحق الوطن، لحق المواطن، عندما يستولي غير أهل البلد على مقدراته من محلات ومن مقدرات الشعب. يعني الأمر من صاحب أو يعني صاحب السلطة بالبلد بأنه يعيد الأمور إلى نصابها، وما فيش حاجة اسمها مهاجر شرعي مهاجر غير شرعي ان هو يفتح محلاته وياخد قوت الناس بالشكل ده، ونوفر له ونمدله ونعمل له كل ده كله. يعني دوت المفروض ان احنا نعمل نفس الكلام ده واللي بيطالب بيه المصريين في بلدهم بعد ما ان قامت الدولة بالتمديد للمخالفين واعطائهم فرصة في العمل واعطائهم فرصة في المدارس واعطائهم يعني كل شيء. وربما هذا لا يعني لا يتواجد للمصري او لا يتم توفيره للمصري. دي مطالبة مننا من الحكومة بأن هي تنتبه للمواطن المصري، وأنها تحذو هذه البلد أو ليبيا في هذا الموضوع.